يا مساء الخير، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انتوا وحشتوني قوي، وانا عارفه اني متاخره عليكم، بس يعني بحاول اكون معاكم دايما على الانستجرام وعلى اليوتيوب هنا، بس في سلسله ريفيو لثلاث منتجات في اقل من 3 دقايق. بس المره دي حبيت اعمل لكم فيديو طويل عشان هكلمكم عن حاجات كتير، والفيديو ده هيكون من ضمن سلسله تستاهل ولا مش مستاهله. والمره دي هنتكلم عن منتجات ايفا. تقريبا مفيش حد فينا او مفيش بيت يعني مجربش منتجات ايفا او كان بيعتمد على منتجات ايفا. وانا من الناس اللي كنت بستخدم منتجات كتير قوي من ايفا، وكنت عامله لكم كذا فيديوز عن منتجات ايفا. طبعا ايفا حاليا نزلت منتجات كتير قوي جديده، فانا هبدأ بالمنتجات الجديدة ونرجع شوية. هديكم كده كام ملحوظة عن المنتجات القديمة عشان لو حد برضو بيفكر يشتري حاجة. ايفا نزلت 4 انواع سيرم: سيرم نياسيناميد، وسيرم الريتينول، وسيرم فيتامين سي، وسيرم هيالورونيك اسيد. لو في سيرم واحد بجد عايزين تشتروه في الاربعة، انصحكم جدا بسيرم نياسيناميد. سيرم النياسيناميد بتاعهم حلو قوي، وبديل فعلا لو حد بيشتري كان سيرم قبل كده ذا اوردينري، ده اكتر حاجة قريبة ليه. مش زيه بالظبط لانه مش بيشتغل قوي على نقطة التفتيح زي سيرم نياسيناميد من ذا اوردينري، بس فعلا بينظم افراز الدهون، بيحسن من الحبوب الحمراء، وبيحسن كمان من التهاب البشرة، وبيعلي السيرامايد في البشرة. فده من الحاجات الحلوة قوي فعلا في كل الانواع اللي نزلتها ايفا. سيرم النياسيناميد كان احسنهم، لكن سيرم الفيتامين سي مليان الكحول بطريقة فظيعة. سيرم الهيالورونيك اسيد وصلني منكم تعليقات كتير انه بسهولة بيفرول. سيرم الريتينول انا شفت التركيبة بتاعته كنت هشتريه، عبارة عن زيوت، يعني اول المكونات كمية زيوت، والريتينول جاي بصيغة ضعيفة جدا وجاي اخر المكونات. فاحسن سيرم من وجهة نظري نزلته ايفا كان سيرم النياسيناميد. وبالنسبة لغسولات ايفا، انا تقريبا جربت كل انواع غسولات ايفا اللي نزلتها ما عدا النوع الاخير او المجموعة الاخيرة اللي نزلتها ايفا. وانا شايفة من وجهة نظري ان غسولات ايفا لو عايزين غسول سعره رخيص، ظروفك ما تسمحش انك تشتري حاجة غالية، تمام جربيهم وهقولك افضل الانواع اللي موجودة عندهم. لكن انا شايفة ان غسولات ايفا مش مناسبة خالص لاي حد عنده بشرة حساسة، وبسهولة الغسولات ممكن تعمل معاه مشاكل. انا بشوف من وجهة نظري ان الغسول مش من الحاجات الاساسية اللي ممكن تصرفوا عليها فلوس او تشتروه من الحاجات الغالية او من الماركات الغالية، لان كل اللي بيعمله الغسول انه بينظف البشرة ومش محتاجين منه حاجة اكتر من كده. لكن في ناس مع ذلك عندهم بشرة حساسة، مش اي نوع غسول بيناسب بشرتهم، محتاجين انواع معينة تكون مخصوصة للبشرة الحساسة، تكون انواع بتعلي السيرامايد خالية من العطور. الفئة دي لازم تصرف على الغسول. لكن لو انتي مش عندك اي مشكلة من النوع ده، فعادي ممكن اي نوع غسول سعره كويس ممكن يأدي معاكي الغرض، وتستثمري بقى في باقي المنتجات. بالنسبة لي انا اكتر نوعين حبيتهم: اول نوع الغسول اللي كان بالهيالورونيك اسيد واتكلمت عنه كتير، وكمان النوع اللي بالكولاجين. النوعين دول حلوين ومش بينشفوا البشرة قوي. وفي كمان الغسول اللي بالجليسرين، ده لو حد بشرته مثلا جافة بس برضو ما تكونش بشرات حساسة ومش بتستحمل اي نوع غسول. لكن غير كده لو عايزة حاجة يعني سعرها متوسط ويكون كمان يعني كويس في نفس الوقت بس مش بشرتك حساسة، فممكن غسولات ايفا تأدي معاكي الغرض، مش محتاجة انك تشتري حاجة غالية. بما اننا بنتكلم عن البشرة فهكمل باقي منتجات البشرة وبعدها هتكلم عن منتجات الشعر والجسم. طبعا ايفا عندها منتجات مخصوصة للتفتيح زي مجموعة اللؤلؤ، وكمان عندهم منتجات فيها كولاجين مخصوصة للخطوط والتجاعيد، ومنتجات الذهب كمان. بصوا بقى يعني باختصار، بما اني انا من كل مجموعة جربت منتج او اتنين، منتجات التفتيح بتاعتهم بصراحة ضعيفة، مش بتفتح، هي بس مجرد ترطيب خفيف مش اكتر من كده.
ولو حد عنده تحسس من مادة البارابين بلاش منهم. بالنسبة بقى لمنتجات الكولاجين بترطب، في أنواع ترطيبها متوسط، وفي أنواع خصوصا الكريمات الليلية يعني ترطيبها أتقل. وبعدها نزلوا المجموعة الجديدة جولد كولاجين. بصوا بقى السيرم بتاع البشرة كان يعني حاجة ملهاش أي 30 لازمة، يمكن بس الكريم الجولد كولاجين كان ترطيب يعني كويس، بس يعني مش بتستهدف خالص علاج الخطوط ولا تأخيرها ولا أي حاجة. فأنا من وجهة نظري إن المنتجات بتاعتهم بتستهدف أكتر الترطيب، ده غير إن فيها عطور ومش أحسن حاجة برضو للبشرات الحساسة. حتى مجموعة الهيالورونيك أسيد أنا جربت الغسول كان معقول شوية. سيرم البشرة اللي كان بالهيالورونيك أسيد اللي هو السيرم اليومي محسيتوش إنه بيعمل أي حاجة بصراحة، جل كده برضو مش اللي هو. يمكن كان الكريم بتاعهم شوية كويس برضو كترطيب، بس انا بالنسبة لي لو هشتري حاجة من ايفا في كل المنتجات بتاعتهم اكتر حاجة بكررها هو سيرم نياسيناميد، لكن غير كده بصراحة لأ. مشكلة التونر في ايفا انهم بيكونوا فيهم الكحول، فلو عندك تحسس او مشكلة مع الكحول بلاش منهم. انا بالنسبه لي تونر الكولاجين ما عجبنيش، فما جربتش النوع اللي كان بالهيالورونيك اسيد، وما جربتش النوع الجديد، بس كنت هجربه عشان طلبتوه مني. بس برضو في نفس المشكله في الكحول في اول المكونات، فبرضو مش من الحاجات المناسبه للبشرات الحساسه. بالنسبه بقى لمنتجات الشعر جربت كذا حاجه من عندهم. انا بحب شامبوهات ايفا لانها فيها سلفات، يعني لو عايزه شامبو فيه سلفات يكون بينضف سعره كويس مش بينشف قوي. بينشفه لان اي شامبو فيه سلفات الطبيعي انه بيكون بينشف الشعر، بس في انواع فعلا بتنشف الشعر جدا لدرجة انها بتهلكه. بس هما شامبوهاتهم معقولة، بينشفوا شوية مش كتير. عايزة اقول لكم ان معظم شامبوهات ايفا كويسة، حتى اللاين الجديد اللي نزل يعني بصوا ما يختلفش كتير عن الانواع القديمة بصراحة. اكتر نوع دايما كنت بعتمد عليه يعني وبكرره سعره حلو هو شامبو ايفا بالصبار وزيت الارجان المغربي، ده كويس جدا بالنسبة لسعره وبينشف شوية. بالنسبة بقى للمجموعة الجديدة بصوا بقى كل الاختلاف الباكجين انه حلو، طبعا السعر اغلى، وان ريحتهم احلى بكتير، لكن هما برضو بينشفوا نفس الفكرة. فمفيش حاجة جديدة حاساها ضافتها ايفا عشان اقول لكم لا الشامبو الجديد احسن من القديم، لا بالعكس على فكرة. كل الفكرة بس الريحة والباكجين انه لذيذ زي ما انتوا شايفين شكله حلو. حمام الكريم من ايفا انا حبيت قوي النوع ده لانه سعره حلو كميته كويسة برضو ترطيبه حلو، لان في انواع من ايفا سعرها اغلى من كده بس بحس ان سعرها زيادة يعني على اللي بتقدمه، لكن ده سعره كويس بالنسبة للترطيب اللي هتاخديه منه. فاكتر حاجة عجبتني في ايفا الهير ماسك النوع ده، بيكون سعرهم في حدود ال75 بالكتير، فكويسين لو عايزين هير ماسك سعره كويس وترطيبه برضو كويس بالنسبة لسعره. من الحاجات اللي جربتها للجسم اللي تعتبر يعني هي فيها كده بس عيب بيبي اويل ده. انا بحب البيبي اويل اللي بيكون سبراي بيبقى سهل كده في الاستخدام. هو بصوا بقى يعني سعره كويس كميته كويسة الباكجين حلو، بس فيه يعني مشكلة واحدة لو الموضوع مش فارق معاكم لا هاتوه. ترطيبه يعتبر متوسط خفيف على الجسم مش زيتي خالص زي اي بيبي اويل، قريب من بتاع جونسون، بس ريحته لافندر حلوة، بس بحس ان فيه معاها ريحة زيت الزيتون، فالموضوع ساعات بيكون مضايقني شوية. بس لو بالنسبة لك موضوع الريحة مش أزمة لأنها مش بتفضل على الجسم، بتفضل ريحة اللافندر الخفيفة، هو ريحته خفيفة جدا يعني هتحسي ريحة لافندر حلوة، بس في الآخر بتحسي معاها داخلة ريحة زيت الزيتون، وده اللي مضايقني يعني. اللافندر كده بعد ما بتشم ريحتها حلوة وهادية تحسي في الآخر لأ جاية بقى ريحة مش حلوة، ريحة زيت الزيتون. فبالنسبة لي بس هي دي كانت المشكلة الوحيدة معاه ريحته، لكن غير كده هو كويس كبيبي اويل سعره حلو وترطيبه كويس ومش زيتي على الجسم وبس كده. ودي المنتجات اللي افتكرت اني اتكلم عنها، بس انا مجربة منتجات كتير من ايفا، فلو في منتج حابين تسألوا عنه اكتبولي. وبس كده، يا رب تكون سلسلة تستاهل ولا مش مستاهلة بتفرق معاكم او بتستفيدوا منها، واكتبولي حابين نتكلم عن اي ماركة الفيديو الجاي. وبس كده وشكرا ليكم ومع السلامة.